Hi, I'm Diana. I am Mustafa's friend and I dare you to follow Mustafa. Yes. Oh, thank if you. not, you're gonna have problems with me, okay? ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم في موضوع مهم، عن موضوع السنة التحضيرية اول ما بتيجي هنا. بس في الاول طبعا رايحين ناخد الفطار مع بري. So we are starving. We need to have breakfast, and we will go to take cappuccino or matcha and croissant. النهارده هنتكلم عن السنة التحضيرية وهنتكلم عن شغل الطلبة. طبعا أول حاجة هنتكلم عن السنة التحضيرية. طبعا الناس اللي بتدرس في مصر باتشلر بكالوريوس، طبعا لو أنت في السنة الأولى أو في السنة التانية تقدر إن أنت تقدم عادي على بكالوريوس هنا في النمسا. طبعا على حسب المواد اللي أنت درستها، طبعا أي حاجة أنت درستها مش هتدرسها تاني، هتبدأ طبعا تدرس الحاجات الجديدة. وطبعا الناس اللي هتيجي بكالوريوس أو ماستر، طبعا على حسب البرنامج بتاعك، انت جاي بالانجليزي ولا جاي بالالماني. لو انت طبعا جاي بالالماني فدي بتبقى فرصه كويسه، لان الجامعه بتديك 3 سمستر طبعا اللي انت تقدر اللي انت تخلص فيهم البي اينس والبي سيفاي. وطبعا لو انت جاي بالانجليزي فانت بتبدا دراسه على طول، فانت بتخش على طول على الدراسه. فنتكلم تاني حاجه عن الشغل الطلبه. طبعا الشغل الطلبه ناس كتير كلموني عليه وناس كتير خايفه طبعا لما تلاقيش شغل، بس كل الناس اللي انا اعرفها هنا كل الناس شغاله ومفيش حد مش شغال. فانت اول ما تيجي هنا على طول، طبعا اللغه بتاعتك مش بتبقى احسن حاجه، بس على الاقل طبعا بتكون بتعرف تتكلم انجليزي مع شويه الماني. طبعا الشغل المتوفر هنا بتبقى شغل المطاعم، ده بيبقى شغل الطلبه وشغل توصيل الطلبات، فتقدر ان انت تقدم عليه. طبعا في عندنا شركتين بتاع توصيل الطلبات، في فودورا وفي لفراندو. تقدر ان انت طبعا تشتري عجلة مثلا ب50 يورو او اقل من كده، وتقدر ان انت طبعا تستخدمها طبعا معاك تروح بيها الجامعة، تروح بيها الشغل كتوصيل الطلبات. فاينالي كنا بنجري يا جماعة عشان نلحق نتواصل معانا، واخيرا لحقناه. It's near to here the place? Yeah. طبعا يا جماعة عايز اتكلم برضو عن موضوع المنح. طبعا بريست صاحبتي طبعا جاية على منحة مدفوعة. طبعا المنحة بدفع لها 1250 كل شهر. طبعا هي مش محتاجة طبعا اللي هي تشتغل، طبعا هي بس جاية على الدراسة بتاعتها. طبعا هسيبكم طبعا مع بريست تشرح لكم. I am studying a student of industrial and commercial engineering in Peru, and I am in my last year. So I decided to apply for a scholarship here in Austria, and the government gave me at the beginning of the month 1,250 euros. So I don't need to work, I just need to be focused on my studies. And of course I have time to explore Austria, and not just Austria, because I travel to Italy, to Switzerland, and I expected to travel more. Yeah, and that's it. Yeah. طبعا يا جماعة بتقول لكم اللي المنحة دي حكومة بتدفع لها 1250. طبعا بتكون طبعا حاجة كويسة، اللي هي مش محتاجة اللي هي تشتغل، طبعا محتاجة بس تركز في المذاكرة بتاعتها. ودي برضو كانت حاجة كويسة ليها، اللي هي عايزة تستكشف النمسا وتروح أماكن تانية زي إيطاليا، ألمانيا. يا جماعة زي ما انتم شايفين لسه نازلين من شتوغاسنبان، طبعا طالعين على البيت. طبعا أنا جعان جدا، لسه هنشوف هناكل ايه كده. يا جماعة الفيديو خلص بتاع النهاردة، فلو احتجتوا اي حاجة عن النمسا او الدراسة اكتبولي في الكومنت. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. تشوس Tschüss, bis bald. bis bald.